والله شو بيعرفني، كنا احنا ناخذ 1 جيجا ب 50 ليرة، هلا ب 100 صار. ما بعرف هلا يمكن موضة يعني صارت انه والله انا غلي علي مثلا البنطلون لازم غلي النت، غلي علي مثلا غلت البنزين لازم غلي النت، غلي المازوت لازم غلي النت. طيب تشهد محافظة إدلب ارتفاعا في تسعيرة باقات الإنترنت المتوفرة مقابل ضعف في الخدمات المقدمة من مؤسسة الإنترنت والاتصالات كالبطء في سرعة التحميل والرفع وغلاء سعر الباقات. ألزمت مؤسسة الاتصالات أصحاب الشركات ببيع الباقات بالسعر الأعلى، أما الناس في إدلب فيشترون باقات الإنترنت وفق الاحتياج. باقات مخفضة تصلح للتصفح فقط أو لتشغيل خدمات الصوت أو الصورة أو الفيديو، إلا أن سعرها يرتفع بشكل تصاعدي مستمر، وهذا ما يشكل عائقا ماديا أمام سكان مدينة إدلب التي تعاني قلة فرص العمل والبطالة. ولأن الإنترنت صار حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها للبحث عن فرص العمل والتعلم والتواصل، وجه الناس مشكلتهم عبر عنب بلدي من أجل ضبط الأسعار وتوحيدها. منطقة عفرين والمنطقة الشمالية النت أرخص معنا بالنص، الشركات هن نفسهم هن عم يغلوا، هن عم يتحكموا بالأسعار، يتحكموا فينا بكل شيء يعني. سبحان الله الحياة كلها صارت على الإنترنت. اليوم إذا أنت انقطع عندك النت 5 دقائق بالبيت صارت شغلة كارثة إنسانية. لذلك هن نفسهم هن عم يتحكموا، بتحكي معهم بقول لك البعد ما في شيء بعد، هو إنترنت بالهواء يعني جاي. مشكلة الإنترنت عم بوصل عنا ضعيف جدا، حتى يعني بشكل عام الأسعار غالية ومرتفعة، فبنتمنى من أصحاب الشبكات يرخصوا لنا أسعار البطاقات ويظبطونا وضعهم. يعني أسعار غالية وما في خدمات ثابتة، يعني النت عندي بيحسب لي إن الميجا ب$5 وعندي الخدمة بالليل بتقطع وبتنزل للنص. أنا اشترك بشبكة 20 ميجا بالثانية، يعني المفروض تجيني السرعة تقريبا 2000 كيلو بايت، يعني عندي بالليل أنا تجيني السرعة كلها 100 كيلو بايت. متقطع تمام، وفي ضعف كتير وغلا كتير تمام. يعني نضطر للانترنت هذا تبع الخطوط ايلوكس مع ايلوكس، كمان غالي نار، شيء مجبور علينا مفروض علينا. في احتكار اكيد، يعني في جهه معينه هي اللي عم تجيب النت وهي اللي عم توزعه وهي اللي عم تظبطه. اليوم مين المسؤول عن ضبط هي الاسعار وتخفيضها للمواطنين؟ اكيد هي لازم تكون شركه الاتصالات، هي اللي لازم تكون مسؤوله عن هذا الامر. حاول مراسل عنب بلدي الوصول إلى شركة الاتصالات والإنترنت للحصول على توضيحات حيال الارتفاع الأخير لأسعار باقات الإنترنت، لكنه لم يتلقى أي رد حتى ساعة نشر هذه الحلقة.